علمني الصبر أنني كلما اشتقت لوالدي أمطرته بالدعاء إلى أن تهدأ نفسي. اللهم اجعل أبي مذكورا عندك في الملأ الأعلى من الطيبين الطاهرين الصالحين، واجمعنا به تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم بلغه مراتب الصالحين، واجعل مقامه المقام الكريم، واجعله من ورثة جنة النعيم هو وسائر موتى المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير عليكم غالياتي، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم رايحين نديروا مع بعضنا وصفه صيفيه بامتياز، مع انه الايامات هادو مش وقت خلاص الوصفات الصيفيه مع هاد البرد والنون تاع الفطيره. ان شاء الله تكون امطار خير وبركه على بلادي العزيزه ان شاء الله. هاد الوصفه البنات والوصفه نتاع البريك حبيت نحطهم لانهم مصورين ديجا من قبل، وباه ما نقطعش معاكم. تعرفوني كي نوالف ونطول اني ما نكونش معاكم صاي نوالف وتجيني العوده صعيبه، ونقدر يعني حتى ما نرجعش. على هذيك اي حاجه ولو تكون بسيطه نحب نحطها معاكم ونشاركها معاكم باه نبقاو دائما على تواصل. الوصفه هذه البنات اللي يعرفوني من ايامات الفيسبوك كنت درتها معاكم، وصفه خفيفه ظريفه اقتصاديه ما توقفش في الكوزينه بمكونات بسيطه، والاهم انها قنبله في البنه، بنينه بزاف بزاف. وزدت معاها فيديو نتاع البريك بالدجاج. ان شاء الله يعجبكم الوصفات، وخليوا لي دائما رايكم في التعاليق. نبداو بسم الله على بركه الله. حبات نتاع البطاطا البنات كما راكم تشوفوا الحبات تاعي من صغار، على هذيك جاو شرائح هكا صغار، قطعتهم شرائح يكونوا رقاق، ماشي رقاق خلاص زايدين شويه على الرقاق وماشي متوسطين. نزيدوا ملح فلفل كحل رشه نتاع لي زيرب دو بروفونس، عندنا هنا شويه نتاع زنجبيل وشويه نتاع كركم مع ملح وفلفل كحل. نخلطوا هاد المكونات كامل مع بعضهم ونخليو البطاطا تاعنا ابار. تقيدوا بهذه التوابل البنات باه تجيكم البنه كما راني حابه نوصلها لكم. من جهه واحده اخرى عندي هنا صدر نتاع الدجاجه ولا نص صدر، قطعته بالعرضه شرائح يكونوا شويه خشان عليها البنات، باه من بعد الدجاج تاعنا كي يتقلى ويزيد يطيب ما يجيناش ناشف، يعني ما يجيناش ناشف وما يجيناش يابس. حطيته مع حوالي ربع كاس تاع زيت، لانه نحتاجو كميه مليحه تاع زيت في هذه الوصفه باه تجينا الوصفه معسله. خليتها تحمر، خليت الدجاج تاعي يتحمر لي من تحتها، وزدت قلبته للجهه الثانيه، زدت حمرته. ما تنساوش نملحوا الفلفل الكحل، لازم تملحوا الدجاج باه يجيكم بنين، وحتى قلبته باه زدت له شويه نتاع لي زيرب دو بروفونس. من بعد ما تحمر لي باللون اللي راكم تشوفوا فيه، دار لي هذه التحميره اللي راني قاعده نحوس عليها في لاكوكوت. نحيت الدجاج تاعي، وهنا البنات كنت كي قاعده نقلي في الدجاج لقيت بلي الكميه تاع الزيت شويه زايده، الدجاج ما حبش يتحمر لي، فنقصت كميه الزيت. ودركا وين زدتها يعني هذا الزيت اللي قاعدين تشوفوا فيه راني نقصته من المره الاولى. دركا واش نديرو؟ نحطو بصله مقطعه كيما نتاع التكتوكه، بصله واحده، ما تكثروش البصل بزاف، ما نحتاجوش الطبقه نتاع البصل تكون عاليه باه نخليو الفرصه للبصل تاعنا انه يتكرمل، يعني يتقلى لنا حتى يمد لنا هذيك البنه نتاع الكرمله نتاع البصل. فرشوا في القاعده نتاع لاكوكوت كيما تتغطى لي القاعده. زدت قرن فلفل حار، اذا ما تحبوش اكيد ما ديروش. زيدوا ملحوا البصل تاعكم. نحطوا فوق البصل الدجاج اللي قليناه، ونزيدو نحطو من فوق البطاطا الكميه اللي درتوها. انا الوصفه اللي درتها معاكم من قبل البنات بكري ايام زمان. كنت غلبت الدجاج على البطاطا، يعني زدت البطاطا برك كطبق كمكون مرافق للدجاج باه ما ناكلوش وحده، لكن هنا درت الدجاج اقل من البطاطا، نتوما كيما تحبوا البنات. ودركا نجيبوا كاس نتاع الماء يكون سخون، نص كاس ماشي كاس، ما تكثروش بزاف الماء لانه ما نحتاجوش هاد الوصفه يكون فيها مرق. نحطوا الماء هذاك على الحافه نتاع لاكوكوت ونقفلوا عليها. نديروا الزفاره نخليوها على نار تكون متوسطه، كيما تبدا تزفر نقصوا النار نهائيا ونخليوها طيب مده ربع ساعه. هنا البنات ما تنساوش الورقه نتاع الرند، لانه نص البنه كامل راها في هذه الورقه نتاع الرند، راني حليت عليها وعاودت حطيت الورقه تاع الرند. انا هنا عدات ربع ساعه حليت عليها، لقيت البطاطا تاعي طايبه. نتوما اذا لقيتوها ما طابتش زيدوا قفلوا عليها مده 5 دقائق برك، يعني ما تزيدوهاش اكثر من هكا. رايحين تلقاوها طابت لكم زبده، رايحين تحصلوا على اون صوص تكون معسله خاطره. شفتوا البنات هذيك التقليه نتاع البصل كيما نقليو البرمه تاعنا ويولي لنا البصل تاعنا معسل وبنين، هذيك هي التقليه اللي نحوسوا عليها، يعني ماهيش صلصه، مجرد انه نتحصلوا على تعسال برك، هذا ما كان. درك البنات زدت رشه نتاع المعدنوس من فوق
الفوق مع شرائح نتاع الجبن نتاع لي ساندويتش. انا ما كانش عندي فخوماج رابي، نتوما اذا عندكم فخوماج رابي ثاني تقدروا تحطوا. زدت غطيت عليها، ماشي قفلت عليها لا كوكوط، يعني جوست نغطيو عليها برك ونقصوا النار ونخليو هذاك الجبن يذوب لنا. ونورمالمون الوصفه تاعنا البنينه الرائعه راها حضرات، تقدم مع رشه نتاع المعدنوس ومع عصره نتاع القارص اذا حبيتوا طبعا. هنا البنات عندكم اضافات، تقدروا تزيدوا شامبينيون مع الدجاج، يعني كما تقليو الدجاج تزيدوا معاه شامبينيون. تقدروا ديروا قطع تاع جبن طري وتزيدوا شويه نتاع الكريمه السائله، لكن ما نفضلش البنات لانه طبق كل ما زدتوا له الكريمه السائله والجبن الطري رايح يتقالي يولي ثقيل يعني في الماكله. نتوما كما تحبوا، يعني كاين اللي يحب هذا النوع من الاكل. انا قال نعطيكم في اقتراحات برك هذا مكان. وشوفوا لي البصل كيفاه حبيت يكون، يعني بالدم حطيت لكم هذا المقطع باش تشوفوا لي البصل كيفاه يعني زاد عاود تقلى كيما نشفت لاصوص هذيك وعاود تقلى وتحصلنا على تعسال واش نقول لكم بالتغماس وبكسره سخونه بصحتكم البنات. اذا جربتوها خليوا لي رايكم في التعاليق. ونروحوا دركا للبريكه اللي ماشي وقتها خلاص، على خاطر كي شفتها راني سخفت كيما رايحين تسخفوا نتوما. وصفه البنات هايله، نبدلوا بها شويه البريك اللي موافين نديروه، مع انه وصفات البريك الجزائري راهي مختلفه ومتنوعه. نبداو البنات، عندي هنا بصله قطعتها مربعات يكونوا صغار، راح ندبلها برك ماشي نكرملها، مع شويه نتاع زيت، ونضيف نص صدر نتاع دجاج كنت ربيته في لاغاب الخشينه باه يمد ليه هذيك البنه نتاع التقليه نتاع الدجاج. زدت سنينات تاع توم مرحيين، زدت شويه برك على موتارد ماشي بزاف، ولا هريسه من الافضل هذيك اللي تكون بالزريعه تاعها البنات، يعني الهروس. زدت الملح والفلفل الكحل، فلفل حمار، وزدت شويه نتاع توابل الدجاج، يعني هادو هما التوابل وما تكثروش بزاف، شويه برك ابان برك نخليو الدجاج تاعنا يتقلى. ومن بعد البنات في التقليه راح يدير لنا هذيك التحميره في المقله، نزيدوا عليها شويه برك نتاع الماء، شويه برك باه نلموها، يعني البنه كامله راها فيها باه ما نخليوهاش تقعد لنا في المقله، وباه الدجاج تاعنا او ميم طون يجينا شويه مبلول، ماشي بالمرق ثاني، لازم يكون مبلول برك. درك نزيدوا في الاخير شويه نتاع المعدنوس، ونورمالمون الدجاج تاعنا راهو حاضر. ونوليو دركا للبطاطا. انا عندي هنا حبه تاع بطاطا كبيره، تحبوا تفوروها تحبوا تغليوها كما تحبوا، نصفيوها وهي هكا سخونه، نزيدوا عليها الملح والفلفل الكحل وشويه نتاع زبده، ما تكثروش بزاف، شويه برك باه تجينا البطاطا تاعنا بنينه. وهنا البطاطا اون جينيرال تاع البريك البنات ما نزيدوا لها والو، لا عدام لا معدنوس لا بصل، لانه هذا الشيء كامل اللي رايحين نحطوه في البطاطا لداخل رايحين نحطوه لها من فوقها. دركا واش عندنا الدجاج اللي حضرناه، البطاطا الهريسه المعدنوس البصل الزيتون خضر دينوايوتي، وزدت شويه نتاع شامبينيون حبيت برك نزيدوها، يعني هو نورمالمون تقدروا ما ديروهش. دركا جبت جوج ورقات نتاع الخطفه حطيتهم على بعضهم. شوفوا الخطفه هنا البنات شعره كانها ما كانش، يعني كان عليا لازم نحط جوج فوق بعضهم هكا على الحواف برك باه تجيني شويه، يعني كما نقولوا حنا حاكمه روحها. ودرت فريشه نتاع البطاطا البنات ما لازمش تكثروا بزاف، لانه الاساس في هذه الوصفه ماشي البطاطا راح نديروها قاعده باش الشيء اللي نحطوه من فوق كامل يتهز لنا. من فوق البطاطا لازم اهم مكون رئيسي في البريك اللي هو الهريسه، دهنه مليحه نتاع الهريسه، من الافضل هاد الهريسه البنات اللي تكون بالزريعه نتاعها. زدت رشه نتاع المعدنوس، رشه نتاع البصل ثاني مكون رئيسي، يعني هادو 3 مكونات لازم يكونوا في البريك. نحطوا درك على الحشو اللي كما قلت لكم يقدر يكون متنوع، تقدروا ديروا اللحم مرحيه، تقدروا ديروا الدجاج مرحي، تقدروا ديروا الطون، لي كروفيت، المخ، يعني هنا الاضافات اللي من فوق كما تحبوا. زيت زيتون خضر دينوايوتي مع شامبينيون، قطع نتاع الجبن الطري، تحبوا تزيدوا رشه نتاع الجبن المرحي، مع انه يعني الوصفه الاصليه نتاع البريك اللي عندنا بي نورمالمون ما يديروا لهاش الجبن المرحي. تحبوا تاني جبن تاع لي ساندويتش كيما تحبوا، نديروا فراغ في النص، نكسروا عظمه تكون شويه صغيره ما تكونش كبيره بزاف، لازم نديروا لها شويه ملح وشويه فلفل الكحل باه تجينا بنينه. وراح نطبقوا بهذه الطريقه. هنا البنات كي نوصلوا على الجناب تكاو في النص وهزوا الخطفه طبقوها، يعني تجيكم سهله في التطباق، يعني ما تعذبكمش. وهكا البنات تهزوا صحن كيما راهو باه تقلبوا الحبه نتاع البريكه تاعكم فوق المقله، يعني باه مباشره ترميوها للزيت. الزيت هنا لازم يكون سخون البنات، كميه تاع زيت تكون ثاني مليحه، مع نحطوها مع نبداو نحطوا عليها في الزيت بهذه الطريقه. النار البنات ترتبط بالبريكه تاعكم كيف تحبوا تاكلوها. كاين اللي يحب ياكل العظمه تاعو مروبه،
يعني طيبه نص الطياب. هنا النار لازم تكون قويه باه ليه تلهف يتحمر لنا البريك تاعنا ومن داخل العظمه ما طيبلناش استواء كامل. لكن اذا حبيتوا العظمه تكون طيبه استواء كامل ديروا النار تكون يعني ماشي دليله خلاص باه ما تشرب لكمش كميه كبيره نتاع زيت، يعني تكون متوسطه اقل شويه من المتوسطه باه طيب لكم في غردها والعظام الداخل ما يقعدوا لكمش خضر. كاين بزاف اللي يخليو العظام خضر، يعني هي نورمالمون الصفر اللي يكون طايب نص طياب، البياض لازم يكون طايب. يعني هذه هي البريكه اللي نحبها انا، يعني نحب النتيجه هذيك تاع كي نقطعها بعد نلقى البياض راهو بيض لكن الصفار يجيني نص طايب ونص سايح. لتما رايحه نعرف باللي بالنسبه ليا انا باللي البريكه تاعي راني توفقت فيها لاني طيبتها كيما نحب ناكلها اكيد. وهذه هي البنات، شوفوا هنا يعني هذه جاتني كيما حبيتها انا. هذه بريكتي اصلا. شوفوا لهنا كيفاه البيض راهو العظام الابيض تاع العظام راهو طايب، والصفر شوفوا كيفاه ساحلي نص سيحه برك، يعني راهو طايب نص طياب. وشوفوا لي هذاك الدجاج وهذيك الهريسه اللي راهي باينه هكا طل عليا انا قاعده نسخف فيكم البنات باه ديروه المهم غالياتي، هادو هما الوصفات تاع اليوم. نتمنى انه عجبوكم، نتمنى اني كنت خفيفه ظريفه. كما قلت لكم راني قاعده نحط في وصفات بسيطه، يعني ماهيش حاجه اللي بالك قادره تكون ماهيش حاجه جديده عليكم، لكن المهم باه نكون معاكم فقط، يعني باه نتواصل معاكم ما نقطعش عليكم وباه ما نوالفش تفنيين لكل مره نقعد يعني ونحبس مده هكا تجيني صعيبه بزاف بزاف باه نعاود نرجع لكم. المهم غالياتي وصلنا للنهايه تاع الفيديو، نقول لكم نخليكم في امان الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله. سلام.